ثنائية توحش الاستبداد البعثي والمعارضة الإخوانية. تغيرت العلائق الإنسانية لتصبح مصنفة بين الولاءات، ولتكون القيمة الطبيعية للتواصل الطبيعي ضئيلة أمام التودد السلطوي والتفاف الأتباع حول بعضهم البعض. إن هذا التغير والتقلب في المزاج عزز من الاستعداد الوحشي للإنسان المندفع من تلقاء نفسه لعبادة الغضب. باتت العلاقات النفعية سائدة محل العلاقات الطبيعية، وتعددت وجوه الإنسان المادية وبات أصعب مما كان عليه في زمن بساطة حياته البدائية. بات ينقاد لواقع قائم على السطوة وتمجيدها لتكون بمثابة المرآة أو المعيار لفهم الجودة والسعي إليها. فالوحش هنا يسيطر ويستقوي على الإرادات ويكسيها بمظاهر التفاخر والقوة، ليكون البهاء والجمال والأناقة مظهرا ناعما من وحشية الحياة العصرية التي تقنع بها الغالب من البشر بذريعة عصرنة الحياة والقيم. هذا يشكل بروزا باتجاه الاستشراف في المنافسة والصراع وكذلك الاحتكار، حيث جمع المعتقلين في السجن واستقبالهم عبر ابتداع نوع من التعذيب يسمى حفلة الاستقبال يعتبر أحد إشارات توسع معامل صناعة الوحش. تحويل الإنسان إلى مخلوق غامض الأفعال غامض التصرفات يقتلع الأخضر واليابس، يتشبه بالدمار بالخلال في ذاقه مر العذاب عبر بوابة القهر والانتقام. فما ظاهرة المعتقل السياسي بطبيعتها إلا تعبيرا عن صناعة الوحش، تضخم الرعب في حياة الأفراد يقودهم بالضرورة إلى حتفهم وينقلهم لعالم ضيق ممتلئ بالنقمة والحركة غير المنظمة، تعبئتهم بروح التخبط والمرض، حقنهم عبر الدين بوصفات من الإيمان الأعمى المنغمس في أوحال العنف وفهم الإيمان على نحو يشبه تعاطي المدمنين للمخدرات. ندرك بتجلي حاجة العقل للفرار من قيود الرتابة للتوغل بعمق للمعنى الماورائي لإبراز المشاهد والتفنن في رسم طرائق التفكير وصناعة الحدث، تبعا للفكرة الباعثة على الانشداه والتحول عن طور التلقي العادي لقبول الفكرة ومناقشتها من ثم خلق سجال حولها. فهم الداخل وما يعتريه من قلق دائم من الموت أو التلاشي وانحسار القوة بغتة بعد عهود عزة وجلل. حقيقة ذلك الاتحاد التاريخي بين رجل الدين والسلطة، هذا الاتحاد أفرز العديد من العلل الوحشية الطابع، عزز من الخوف لكونه مدرسة وعلم صناعة الإنسان في شقيه المتدين وشديد الخوف من الحاكم، عبد الطرق نحو بروز أنظمة قوية وعنيدة تتمتع بخبرات عديدة في ضبط فوران الجماهير، وطد دعائم ثقافة شمولية دينية تستقي مزاياها من الميثولوجيا والأوهام التي استنبطت منهاج الحياة التقويمي المفروض على التلاميذ منذ طفولتهم. قاد النخب الشابة للتفكير بكل شيء عبثي عدا الخوض في مواضيع التغيير والدمقرة الجوهرية. بناء الأنموذج المعرفي لدى الفرد في ظل هذا الواقع يحتاج لبروز مراكز تنويرية كبيرة تتواصل مع الجماهير من خلال الفن والأدب والفكر، وذلك يحتاج لمؤسسات قوية تعمق حواراتها مع السلطة السياسية بل وتتشارك في صناعة القرار والذوق العام. دون ذلك لن تتحقق الثورة المعرفية التي تتميز بكونها لا عنفية وسلمية وتتحلق حول الصالح العام وتنبذ بطبيعتها الفساد.
إن السلطة السياسية تعتبر حالة راسخة بطبيعتها، أما العقلية السلطوية فيمكن تذليلها فكريا عبر إتاحة الفرص لكل المعرفيين والمعرفيات للانخراط في قاعدتها من أعلى هرمها لأسفلها. ذلك يحول دون بروز التوحش، وهو ما نسميه بالبديل الناجح، حيث لا تكثر العقلية الشمولية إلا بالتدرج وعبر التركيز على تنمية العقل الإبداعي لدى الفرد كي يتمرس بأصول وفنون الإدارة منذ طفولته. التفكير خارج التمجيد والإذعان للسلطة بات شيئا صعبا، حيث يظل العقل الإبداعي للمعرفية والمعرفي منشغلا في طرق التخلص من أورام السلطة ورواسبها على الذهن. لا انفكاك جلي عن أزمة التفكير الحادة والتي يعيشها الإنسان المنعزل في مداراة تساؤلاته والحد من تسربها للكوامن لتكون دافعا خصبا للتمرد والانتفاضة فيما بعد، حيث التشاؤم والكآبة يمثلان الوجه العام للحياة، مما يفرز عن خضمها ضياع الإنسان الشرق أوسطي في بوتقة التجهيل والاستسلام فيما بعد لنمطية فكرية مبتذلة تنم عن كسل روحي وذهني لا يتم تخطيه إلا بصعوبة. فالربط بين الأديان والاستبداد منطقي جدا ويعبر عن توأمية فيما بينهما. إن الولوج الأطوال الأولى يساعد في فهم أساليب الإخضاع وبرمجة العقول على الانفعال والاستياء لأي فكرة تسعى للذهن بعفوية. إن علاقة الاستبداد والدين علاقة توأمية، حيث هنالك تقاطعات عديدة وحوادث يرويها التاريخ العابر للمفاهيم والقارات. يخبرنا عن أطوار التمزق العائلي تبعا لمفرزات السلطة الأبوية، وميراث الذكورية هائل ولا يمكن التنصل منه بسهولة، ناهيك من أن المرأة الآن في الشرق الأوسط منقسمة لقسمين: فئة تصون ميراث الذكورة وتتعصب له أكثر من الرجل ذاته، ومثاله المتدينات المتصلات بإرث التعاليم السماوية، ناهيك عن أديان أخرى اعتبرت الرجل المخلوق الأكثر تجلي وكمال. الفئة الأخرى والتي يمكن تسميتها بالفامينية، وهي قوة ناشئة وتعتبر أقلية في صناعة الرأي الأنثوي المعاصر، والذي بإمكانها أن يهيئ المناخ لاتحاد وشراكة نوعية مع الرجل. إزاء ذلك الاضطراب العالمي لا نجد سوى غبنا يمارس على المرأة يؤثر سلبا على الرجل في آن ويضعه بمواجهة الضغط الاحتكاري، وكذلك يقود لحروب عسكرية وأزمات اقتصادية تشير إلى احتدام الجدل بين الرجل والمرأة في الأوساط المحتقنة سياسيا واقتصاديا. قاد ذلك إلى إفلاس إنساني على صعيد العلاقة التشاركية، ووطد من دعائم مقولة سارتر: الجحيم هو الآخر. لقد بتنا نشهد جحيما في هذا التواصل. فالرفاهية الاقتصادية قادت العلاقة التشاركية إلى نوع من الخواء وانعدام التآلف بسبب سيطرة العقل المادي على نمط الحياة الإنسانية. إن تفعيل الخطاب المعرفي المستند على التوافق الروحي المادي يعتمد على الحب والمعرفة ليحل بديلا عن الخطابات الدينية والشمولية بشقيها القوموي أو اليساري.
مما لا شك فيه فإن الآداب والفنون تتأثر بعملية التصادم السلطوي. هنا يمكن القول أن المعرفيين يقفون بعيدا عن إملاءات السلطات وضغوطها، ولا يبتعدون تماما عن المشهد إلا على نحو لا يخدش نزوعهم المجرد والمحايد باتجاه تنمية الأفكار الجديدة، سواء اجتمعت مع السلطة أم ناهضتها. هنا يمكن تمييز المبدع الصالح من الطالح، فالمعرفي الحر يدخل في الصراعات بعينه لا بعين السلطة أي الممول، ويبحث دوما عن خيارات تدافع عن الجماهير والأجيال. إن ممارسة الفلسفة ليست ضربا من ضروب الاعتقاد بممارسة الخيال وما ينبغي أن يكون فحسب، وإنما هي مراجعة لتقاليد السلطات في حكم المجتمعات، وتعمد إلى الفحص والتنقيب والمراجعة استنادا لطبيعة الصراع الطبيعي وضغط الطبقات وتصادم الفئات الاحتكارية التي تحاول احتكار المنافع وتقدم على فعل كل الأضرار في سبيل بقاء نفوذها. هل يمكن إزالة مفاهيم السلطة في اللاشعور الجمعي بمجرد ظهور إدارة أخرى؟ وهل يحل المسألة بروز تنظير إيديولوجي بديل عن السلطة السابقة؟ أم أن تلك السلطة الجديدة لابد وأن تبقي على عوائد السلطة السالفة، كون النفوس تستسيغ نمطا من الحكم يصعب الفكاك منه إلا بعد سنوات من التدريب والتأهيل؟ ثم أن ثمة سؤال أكبر: أي سلطة يمكنها تحقيق الرفاهية في الحياة لمجتمع خرج بالأمس من سيطرة النظام القومي؟ فالتمرد والقمع صنوان، وهما مجاوران عبر الزمن لبعضهما، حيث يتحطم نظام قائم على يد حركة تدعي أنها البديل الأفضل، وفي النهاية يمارس الإنسان التوحش دون وازع، وتختلف المبررات الجمة لممارسته، ولا يدخر أي خطاب يعزز شعبيته وتأثيره على تلك الوقود الجماهيرية، فهي المادة الرئيسية لكسر رهبة السلطة. وثمة نقطة جلية يمكن بيانها بهذا السطر، وتتعلق بطرق الاستشراف لبروز هذا الوحش بين قوسين الثورة، حيث استشرف فولتير الفرنسي ما قبل وفاته عام 1787 عن قيام ثورة ما، حينما قال: إن الشباب سيكونون أسعد حالا لأنهم سيشهدون أشياء بديعة جميلة. الفرنسيون يأتون متأخرين دائما، لكنهم يأتون في النهاية. حيث في عرف السلطة ثمة معارف تتيح لها عبرها زيادة الهيمنة على الناس، ومعارف تجعل الناس تتحسس عظم مصائبها وفواجعها، ثم تقوم بالتحرك محاولة انتزاع حقوقها، حيث نتأمل تخلف الإعلام لدرجة منع الستلايت في التسعينيات في غاية أواخرها في عهد الرئيس السوري حافظ الأسد، وكذلك لا يزال ذلك محظورا في عدد من الدول الإسلامية كإيران. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب محظورة في سوريا ما قبل 2011، وعلى الرغم من كونها مباحة راهنا إلا أنها لا تزال قيد رقابة مشددة في سوريا وتركيا وإيران وغالب الدول الإسلامية التوجه، حيث ممارسة الفرد لحياته الافتراضية على الإنترنت مثل تحديا للسلطة الشمولية القومية والدينية، حيث جعلت الشباب يفكرون بالجنس كموضوع إدماني ترويجي عبر زجهم في بوتقة اللهو والعبث، وإلهائهم عما يتصل بموضوعات الحياة شديدة التأثير والتي تتعلق بالبطالة والمنهاج الدراسي والضرائب وما شابه ذلك من مواضيع ساخنة. نجد أن الرقابة على الكتاب أيضا جعلت الكتاب في حالة من خوف دائمة عبر عجزهم عن قول ما يريدون. تم إعدام المعرفي الشاعر الإسباني لوركا في بدايات الحرب الأهلية عام 1936، وأيضا بيكاسو الذي جسد هول الحرب، وكانت لوحاته
معبرة عن مقاومة المعرفيين للسلطات الترهيبية. فيقول ديفيد هيوم: الزمن وحده هو الذي يمنح الاستقرار لحق الحكام، ومن خلال تكييفه التدريجي لأذهان البشر يصالحهم مع أي سلطة بعد أن يجعلها تبدو عادلة ومعقولة. إلا أن ديوسينيوس يرى أن القوة السياسية مؤسسة على ذاكرة متلاشية، والنسيان هو العقار المقوي الذي يسمح للحضارات بأن تعمل بنحو فعال. كل ذلك يجعلنا نؤمن بأن إرادة الجماهير الواعية والمصحوبة بإرادات الأفراد المبدعين والناشطين يسهم في تلاشي الفجائع مع الزمن، ويفتح الطريق للأجيال المستنيرة أن تبدل المآسي والفظائع مع الوقت. وما الحرية سوى وحش أخرجته السلطة القامعة من نفوس معتقليها وجماهيرها الغاضبة، حيث تنطوي النفس الغاضبة على حرية وحشية تقتحم المسكوت عنه، وتنفث من أحشائها نيرانا حمراء تحرق كل شيء. حيث يقول هيجل في كتاب فينومينولوجيا الروح: إن غياب الاختلاف مرتبط مع قوة الموت المدمرة، أو بما يدعوه إرهاب الموت. تود السلطة البعثية إيجاد الفرد المنطوي العصبي النرجسي الغارق في عيشه مع نفسه ومعاناته داخل المعتقل. تريد فردا يائسا محبطا بعيدا عن السياسة. وقد نجحت سلطة الأسد الأب والابن في خلق هذا الأنموذج بالتقادم والتدرج. وقد استطاعت سلطة البعث السوري كما العراقي الامتطاء على البشر على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ونجحت في تفتيت المجتمع وتأليب بعضه على بعض، فكان ما يسمى بالوطن معتقلا كبيرا يتزاحمه الخوف، إلا أن غاص في مستنقع الفوضى اللامنتهية والذي عرف بالربيع الدموي. التوحش الذي تعتني به السلطة الفئوية داخل معتقلاتها ظاهرة ليست بجديدة تاريخيا، لكن يتم تطويرها مع الزمن عبر ابتداع أساليب التعذيب لحصل ردة الفعل ضمن إطار ممنهج يخدم السلطة نفسها لمواجهة خصومها الألداء، حيث إطلاق سراح الإسلاميين من السجون والمعتقلات أجهز على تلك الهبة الشعبية من بداياتها عبر شعار الله أكبر وانطلاقة الجموع المنتفضة من المساجد في كل جمعة. لم يكن ذلك مصادفة، وإنما خطة تم الإعداد لها بغية وأد الحراك وإخصائه. فأمثلة العنف تم استجلابها من الكتب المقدسة التي تصف الحوادث المتعلقة بمراحل نشوء الدين وترسيخه سياسيا، والظروف التي دعت لتبلور ذلك حياتيا، حيث عقل الفرد معبأ بمواد الانفجار على الصعيد الأسري والتعليمي، وكذلك عبر اختلاطه بالآخرين. من الطبيعي أن تنتهز السلطة السياسية ذلك وتستعمل العنف عبر إدخاله في المنهاج التربوي التعليمي الذي تلقفه الطلبة منذ ذهابهم للمدرسة وانخراطهم في التربية والتعليم. لقد حمى النظام البعثي نفسه حين أخرج الإسلاميين من المعتقلات ليتم بواسطتهم تدمير الثورة وإزاحة ذوي الكفاءات القادرين على تحريك الشارع والرأي العام، واستفاد بشكل أو بآخر من صعود الإسلام السياسي في تركيا، والذي سخر هذا الأخير الإسلاميين لبلوغ غاياته في الدخول الملف السوري واستخدام الجماعات الإسلامية كوسيلة للهيمنة. وكذلك فعلت إيران عبر تجنيدها للجماعات الشيعية، وهكذا بدأ التوحش عباءة إسلامية طائفية مشبعة بأسباب الحقد والكراهية. فباسم إسقاط النظام جرى إسقاط الشعوب وقصف منازلها وقطع رؤوس الناس تحت مسميات وذرائع عديدة. لهذا باتت الأصولية الإسلامية بمثابة الوحش المعاصر الذي يبقي على الاستبداد لأمد أطول. لقد تم تغذيته بأصول القتل التاريخية وتطعيمه بالكثير من الأساليب الحديثة للإرهاب، لأن ذلك يسهم في الإبقاء على الهيمنة الأحادية على العالم، وكذلك تدخل بمصائر الدول من خلال يافطة مكافحة الإرهاب الإسلامي، حيث يتعارض الإرهاب مع الأخلاق والقانون، يتعارض مع الحرية والديمقراطية، وينتصر للفساد لكونه من مفرزات التفتيت الروحي للمجتمع. فالمفردات النابية والقاسية المحاصرة للمعتقل السياسي
تتعارض مع القيم والوجدان الإنساني، وتخلق مآسٍ فردية تظهر آثارها زمناً داخل الإنسان. هذا التدمير المعنوي لا بد وأن يقود عبر مراحل لفقدان الحرية والكرامة، فقد تم الإطاحة بالله تحت بند نشر شريعة الإسلام بالقوة، وتم الإطاحة بالقانون عبر الدعوة لإسقاط النظام السياسي، إذ لا تتلخص الثورة بردة الفعل إزاء ممارسات سلطة معينة، وإنما هي مجموع إرادات وأفكار تسعى للولوج داخل المجتمع المقموع لتكون نواة للتغيير، وليس مجرد تصفيات حساب سلطوية عبر طرف يسعى للهيمنة على السلطة وهدفه إسقاطها واستبدالها بسلطة لا تختلف عنها. إن تلخيص الثورة بتبديل هرم السلطة بآخر هو تحوير فظيع للحقيقة الاجتماعية ومحاولة خبيثة للقفز على أحلام الناس في العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي. هذه الاستماتة في الوصول للسلطة دون التغيير في بنيتها جعل الفساد الاجتماعي ينمو ويزداد باضطراد على حساب مكافحة النخبة الواعية الباحثة عن سبيل للتغيير الجوهري وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على تبديل الواقع القائم بخلق واقع أفضل، بيد أن الخراب الذي عم كل مكان والتراجع الاقتصادي ودمار البنية التحتية حال دون بلوغ الهدف المبتغى.